السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا لا تقلب الصفحة، لأنه بهالبوست العجلة بتكون فيها ندامة. هذا الفيديو لإلك أو لإلك إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. هلا إذا ما بتؤمن اقلب الصفحة واطلع، الله يهدينا ويهديك. إذا بتآمن يمكن يكون كلامي هالكم دقيقة يغير حياتك تماما. أعطيني دقيقتين ثلاثة بس من وقتك، وبوعدك إنه ما يكونوا من أسوأ الدقائق اللي مروا عليك. بالقرآن الكريم بكرر رب العزة جل وعلا مرتين أن اليوم في التوقيت الإلهي يساوي 1000 سنة من سنواتنا نحن. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. يعني 1000 سنة عندنا هو يوم عند رب العالمين. هلا وكمان في آية أخرى يعني مشان ما نطول البوست، انتبهوا شو السؤال اللي بينطرح على الكافرين يوم القيامة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألوا قديش بقيتوا، كم سنة بقيتوا؟ عم احكي لهم بمنطقهم بالسلامات. فبيكون جوابهم شو؟ بيقول: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، يعني نحن حاسين انه نحن بقينا يوم او بعض يوم، لانه هنيك بالاخره صار احساسهم بالزمن مختلف، صاروا يشوفوا حياتهم كانت يوما او بعض يوم. طيب تعالوا نحسبها شوي. سيدنا نوح عاش 1000 سنة او يعني تزيد او تنقص، خلينا نقول عاش يوم كامل وفق الزمن الالهي. يوما هو ك1000 سنة مما تعدون، يعني يوم بالتوقيت الالهي عاش سيدنا نوح. نحن حاليا المعمر فينا هالايام بيعيش 80 سنة مثلا، وهذا يعني تقريبا 1/12 من الحياة اللي عاشها سيدنا آدم عليه السلام. يعني عمر سيدنا آدم عمر 12 معمر من معمرين هذه الأيام. شو معنى هالكلام؟ معنى أن 24 ساعة بالتوقيت الإلهي اللي هي يوم بالتوقيت الإلهي تقسيم 12 تساوي ساعتين، تزيد أو تنقص قليلا. يعني المعمر فينا هالأيام بيعيش ساعتين بالتوقيت الإلهي. تخيلوا، ساعتين بس. كل هذا الحرص على الدنيا وكل نسيان الآخرة والركض والمنافسات والهموم كلها ساعتين بس.